الرقصة الأخيرة ومشاهد قبل فجاعة حريق قاعة أفراح الحمدانية في العراق. أعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد 3 أيام في جميع أنحاء العراق وفتح تحقيق لمعرفة سبب الفاجعة. بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة توثق لحظات ما قبل كارثة حريق قاعة أفراح الحمدانية في منطقة سهل بالعراق، والذي تسبب بمقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح، وفق آخر إعلان صادر عن السلطات العراقية الرسمية. وتبين اللقطات المتداولة لحظة اشتعال القاعة من أعلى وتساقط اللهب على الحضور بسبب الألعاب النارية المثبتة على الأرض، والتي يبدو أنها وصلت السقف ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة. تشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحريق في القاعة عدم الالتزام بمعايير البناء الصحيحة في القاعة، حيث بنيت من مواد مصنوعة من الإسفنج سريعة الاشتعال. مشهد آخر أظهر لحظات مفزعة حينما بدأت النار تتساقط على الحضور والعروسين من سقف القاعة، فيما تحولت ليلة العمر إلى مأتم مأساوي. مشهد مروع وسط صراخ المعازيم لحظة اندلاع حريق زفاف الحمدانية الذي راح ضحيته أكثر من 100 قتيل و150 مصاب. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الحداد 3 أيام في جميع أنحاء العراق بعد الفاجعة، بينما دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى فتح تحقيق في سبب حريق الحمدانية. لقى ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق بحفل زفاف الحمدانية، فيما توقعت مصادر محلية ارتفاع عدد الوفيات. وتشير المعلومات الأولية إلى استخدام الألعاب النارية ما أدى إلى إشعال النيران داخل القاعة، ثم انتشر الحريق بسرعة كبيرة. وأكد وزير الصحة العراقي لقناة الجزيرة تشكيل خلية أزمة تعمل على مدار الساعة بشأن الحريق في الحمدانية، كما وجه ديوان الوقف السنوي بإلغاء جميع احتفالات المولد النبوي الشريف حدادا على أرواح ضحايا الحمدانية، وفق وكالة الأنباء العراقية.